عملت الغدا لحماتي وما كلفنيش اكتر من 50 جنيه وحوشت كمان. عملت ايه يا سمورة؟ جبت ربع كيلو من الكبدة زي ما انت شايفة وخليته حط عليها حتتين دهن وقطعتها مكعبات، ونزلت بمعلقة كبيرة من الثوم، معلقتين خل، عصرة ليمون، ليمونة حلوة كده، هنحط الليمون بيديها نكهة وطعم حكاية مش عايزة اقولك بقى. هنعصر الليمون، هنزل عليها بمعلقة ملح، معلقة فلفل اسود، معلقة كبيرة من الكزبرة ومعلقة كبيرة من الكمون. التتبيلة دي هتبقى تمام عال عال. ممكن تستغني عن الكزبرة بس احنا بنحبها فبندخلها في كل الأكل. هقلب الكلام ده كله مع بعضه وهخرط عليهم قرنين فلفل سبايسي في التتبيلة دي غير الفلفل اللي احنا هنحطه التاني. بس الفلفل سبايسي مع التتبيلة دي وتسيبيهم ساعة، هتاكلي أحلى كبدة في حياتك، وهتكسبي حماتك وهتكسبي جوزك. ورضا الجوز عن طريق مين؟ أهله. حبي أهل جوزك، جوزك هيحبك وهتعيشي في هنا. انا هنا خرطتها وكمان قلت اجهز معاها الفلفل، حطيت واحد فلفل حامي تاني، وجبت نص كيلو فلفل من الفلفل الالوان الصغير ده. الكيلو ب10 جنيه، جبت نص كيلو ب5 جنيه وغرقت الدنيا وشلنا كمان منه. يبقى كده صرفنا كام لحد دلوقتي؟ 35 جنيه. ربع كبدة 30، ونص فلفل 5 جنيه، 35. هخرطه بقى واللهم بارك، وسيب وساعة زمن وهتشمي وهتاكلي أحلى كبدة. لو عندك الصويا صوص زي ما أنا عندي كده، حطي معلقة برضه هتديها نكهة حلوة جدا. أنا بما إنها عندي حطيتها، ولو مش متاحة عندك برضه حطيها، حلوة وهتسد معاكي وهتخلي اللون اللهم بارك. أنا سبتها ساعة، بعد ساعة طلعتها يا دوبت معلقتين زيت كبار يقدحوا، هنزل بيهم بالكبده اللي انا متبلاها. وشمي بقى اول ما تنزل بالكبده هتبدا الريحه تطلع اللهم بارك. ولو انت متابعيني لحد دلوقتي ما تنسيش تعملي لي لايك وشير وتقولي لي بتعملي ايه مع حماتك. يا دوبت الزيت غلي، اتقدح، حطيت فيها الكبده. انا عايزاها تشرب ميتها او تتشوح بمعنى اصح. فيا دوبت اول ما هحطها هسيبها دقيقتين، هتلاقيها دبلك كده او كشت في نفسها. انزلي بكميه الفلفل، انت كده كده متبلاها من قبل، فمش هتاخد منك سوا كتير، يا دوبت هي غلوه واحده زي ما بيقولوا كده. نزلت بالفلفل اول ما ميتها نشفت، نفس الحكايه الفلفل هيدبل، هقوم طافيه عليها هتبقى جاهزه. هاتي معاها كيس شيبسي. انا طبعا ما جبت الشيبسي، انا جبت ايه؟ جبت نص كيلو بطاطس ب5 جنيه وقليته بما اننا كنا 4 افراد. وكنا زي ما قلت لك ب40 جنيه، وحطيت في جيبي 10 جنيه. ال10 جنيه دي رحت جبت بيها كيلو وربع استفندي كنا وحلينا. واللهم بارك الاكل زي ما انت شايفه، شويه اكل محترمين نضاف عاملينهم في البيت. كسبت حماتي بما انها كانت شايله الهم وزعلانه. ربنا يوسع علينا وعليكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتقولوا لي بتوفروا ازاي في الكومنتات. ادي الصوره قدام عينيك اهو. وكمان كنت عامله بابا غنوج، جبت لها جالون من اللي انا كنت عاملاه مع الكبده والبطاطس المحمره وشويه عيش بقى، مفيش بعد كده. الست كانت مزقططه. ما تستخسريش في حماتك، حبيها اعتبريها زي امك. دمتم بخير، اسيبكم في رعايه الله. اوعي تنسي تعملي اللايك والشير. باي باي.